لو الإحساس ده جالك قبل كده يبقى تعالى واسمع. عمر جه عليك لحظات بتلاقي نفسك إنك لا مبسوط ولا زعلان؟ اللي هو شعور اللاشيء. لو حد يقولك مالك، انت حاسس انك ساكت بس مش فاهم في ايه، حاسس حرفيا بلا شيء، لا حزن واضح ولا فرح صريح، كأن كل أبواب الإيموشنال أو المشاعر عندك اتقفلت وبقيت بتعدي الأيام من غير إحساس حقيقي جواك. في علم النفس ده اسمه ايموشنال نامنس أو حالة تخدير عاطفي. يعني المخ بيحاول يقلل الإحساس عشان يحميك من الضغط الزايد. بس المشكلة هنا إن الشعور ده بيخليك للأسف تبعد عن ربنا وتبدأ تبعد عن نفسك. الحل هنا إنك لما تحس بالشعور ده ما تخليهوش يسيطر عليك بشكل كلي. ابدأ ارجع تدريجيا من غير ضغط، حتى لو بمجرد حاجات بسيطة زي إنك تخلي وردك أكبر من الذكر، تخلي ليك ورد أكبر من القرآن، تزود انتباهك على نفسك وعلى إيجابيات حياتك في التوقيت ده، تركز على اللحظة اللي انت فيها. ومهما كان اللي جواك طمن نفسك بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن مع العسر يسرا. يعني ربنا عز وجل معاك، اوعى تيأس. اعرف إنك مش مطلوب منك تكون ثابت طول الوقت. سلام عليكم.